لو المريض عنده فشل كلوي وبيغسل كلى بنتعامل ازاي معاه في القسطرة؟ في مدرستين للتعامل مع العيان اللي عنده فشل كلوي واوريدي على غسيل دموي منتظم في استخدام القسطره بالصبغه من عدمه. المدرسه الاولانيه ودي اللي انا بعمل بيها، لو العيان بيغسل كلى وهو فعلا بانتظام على غسيل كلوي وبس بيجيب كميات بول تحترم يوميا، بمعنى العيان بيغسل كده لان الكلى ما بتفلترش السموم لكن بيخرج في اليوم لتر ونص، في العيان ده بحترم الكلى تماما وبعتبرها جزء كبير من الاعضاء اللي لازم احافظ عليها، لان في الوضع دوت العيان جسمه ما بيملاش ميه، فلو انا استخدمت صبغه عاديه وقلت العيان كده كده بيغسل هبوظ الجزء اللي موجود في الكلى باستخدام الصبغه وهفقده، فالعيان ممكن يحبس ميه وبالتالي يضطر ان هو يغسل بمعدلات اعلى، يعني لو كان بيغسل مره في الاسبوع او مرتين عشان يشيل السموم هيضطر انه يغسل 3 مرات، طب لو بيغسل 3 مرات هيبقى تعبان جدا قبل ما يروح يغسل لان جسمه قدر يحبس ميه نتيجه ان الجزء المتبقي من وظائف الكلى باظ، فبالتالي قدر يحبس ميه لانه كان بيجيب ميه قبل كده في البول عادي جدا. المدرسه الثانيه بتقول ان بدام العيان كده كده بيغسل خلاص الموضوع بالنسبه لي منتهي، استخدم الصبغه عادي جدا. انا مش من المدرسه دي خالص، لان اي قدره على ان الكلى تؤدي وظيفتها لازم تحترم حتى لو 10%، وده الاسلوب المتبع بره. انا ماشي بالمبدا دوت ليه؟ لان العيان اللي عنده جزء من الكلى شغال لازم يحترم. ليه؟ لان لو انا بوظت الجزء المتبقي دوت هضر بالحياه بتاعه العيان. ازاي؟ العيان اللي بيجيب بول لو انا استخدمت صبغه معاه عاديه جدا البول ده هيقل وممكن ما يبطل يجيب بول تاني، فبالتالي لو كان بيغسل مره او مرتين في الاسبوع هيضطر انه يغسل 3 مرات، لو جسمه ما بيحبسش ميه هيحبس ميه، طب العيان خلاص ما بيجيبش بول وبيغسل بانتظام 3 مرات في الاسبوع، ساعات استخدام صبغه عاديه بكميات كتيره بيخلي الجسم يملى ميه اكتر، فبالتالي العيان ممكن يبقى فيه حمل زياده على القلب اكتر، فمجرد ان هو بيعمل قسطره باستخدام الصبغه بخليه يغسل في يوميها او تاني يوم الصبح على طول عشان اسيب تاثيرها من جسمه.